محمد بال 2024 تقريبا بجون كان بلش يحس بوجع وألم بالصدر، وكان يتعالج عند طبيب. وإذ اجى مرة بيقول لي انه رحت لعند حكيمة وقالت لي انه عندي تشمع بالكبد وبدي عملية. أنا كان من أعلى من دكتور سهيل. نعم. كله بروح بعمل فحوصات إشعة صوتية، بقول لي عندك مشكلة بالكبد، مشكلة بالكبد. بس عزمت معي، أنا قلت له يا أخي بدي أحول لي دكتورة ثانية، حول لي دكتورة سالي تمرس. مشيت لعنده وقابلته وقال لي روح أعمل إشعة. قلت له أوكي. لما عملت أشعة يعني. صورة، أيوة. لما عملت وجيت قال لي يا أخي عندك ورم بالكبد. نعم. ما قال لي سرطان، قال لي عندك ورم بالكبد، عندك بدك عمليه. قلت له اوكي. قلت له امتى؟ قال لي هالفتره اذا بدك تعمل عمليه. قلت له اوكي. مشيت ما رجعت ل6 شهور، وبعد ما مرض انتشر بجسمي. من بعد هاي المشكلة ب 11 كانون الأول راح محمد على المستشفى الجامعة، رجع بيقول لي أنا كتير موجوع. الحكيمة شافته، صار بدها تعرف شو صار معه خلال هال6 أشهر، وين صار المرض. هلا هو ما كان عارف انه الورم هو سرطان. دقيت لها، ما ردت، بعثت لها فويس، جاوبتني قالت لي محمد وضعه سيء جدا وما بينعمل شيء، عنده كونسير بالكبد وكبده كله مهري رايح، وكل الشرايين المتفرعه من الكبد كلها مضروبه. هلا عندي حكيم صديقي انا، هو حكيم العائله من 20 سنه. دقيت له قلت له بليز عمول معروف، هذا رقم الدكتوره سالي، احكي معها بدي افهم منها منك انت تفهم منها. رجع دق قال لي فارس ما تتبلبش وما تخلي حدا يضحك عليك وما تحط مصاري على الفاضي. محمد وضعه منتهي، ابعته لعند عائلته، خليه يروح يشوف عائلته قبل ما يعني مش رح يلحق يشوف عائلته. 29 الساعة 4 الصبح بدق لي من الجامعة الأمريكية من الطوارئ، بيقول لي بدي احكيك حكيم الطوارئ. حكيته للحكيم الدكتور فرح، كان هو الحكيم المناوب. نعم. قال لي محمد وضعه سيء كتير وبدنا ندخله مستشفى، وقاشت عنده الدم وبدنا دم ضروري. وقت اللي خلصنا من دخول المستشفى حطينا له دم وعالجناه، قعد 24 ساعة، ظهر ب 30 الشهر، ب 31. نعم. بتقول لي بدك تزيد له دواء الزلديار حبتين بدل حبة لأنه كتير موجوع، شو ما بياكل بيستفرغ. وقالت لي بدك تجيب له المورفين. طلعنا من زلديار لمورفين. لمورفين يعني مورفين، بس تعطيه المورفين صار نايم على طول، ماشي فيه بضل يتخبط هو نايم لحتى يموت. هذا كان ب 31 الشهر. ب1 الشهر رحت جبت موافقة وزارة الصحة، لأنه المورفين بده موافقة وزارة الصحة. نعم. جبت الموافقة بس ما اشتريت الدواء، قلت ما راح أعطيه. هون بلش الإيمان يشتغل. هلا هون أنا بلشت بغير محل، يعني بلش الكوكب تبعي يدور بفلك الكنيسة. أنا لأنه ملتزم بالكنيسة وبتابع دورات بالكنيسة وبرتل بالكنيسة وكل أخبار. ب2 الشهر الصبح الساعة 10 دقيت له لمحمد، قلت له نزل لعندي. نزل هيك ملشلش، قلت له بتآمن؟ قال لي بشو؟ قلت له بالأديان. قال لي ايه؟ قلت له بتطلع معي عمر شربل؟ قال لي مين بيكون؟ قلت له هذا قديس من لبنان وطبيب السماء وما عنده امتياز بالطوائف. قلت له مين هو هاي مار شربل؟ قال لي طبيب السماء. قلت له خلص نأجله لبكره. قال لي لا، اليوم. كان موجوع، قال لي بكي بنخليها لبكره. قلت له لا هلا. قال لي طيب اوكي. قلت له طلع البوس ونزل لعندي. طلعنا بالسياره وضلنا جايين، وصلت انا لهون شي الساعه 12 تقريبا، كانوا الرهبان عم بيصلوا المسبحه بقلب الكنيسه. قلت له محمد انت بحضره مار شربل هون، شو ما بدك اطلب وصلي صلاتك اللي بدك اياها. مار شربل ما عنده تفرقه، بيميزش ولا انسان عن انسان. يسمع. فت انا وياه على الكنيسه صغيره، صلينا خلصنا، اخذته على جرن الماء، قلت له حط ايدك بالغسل وجهك هون، مسح بطنك. نزلنا على الضريح لتحت، قلت له هذا مار شربل بالتابوت قدامك، قل له اللي بدك اياه واطلب اللي بدك اياه وصلي صلاتك واطلب منه يشفيك. وهون بدي اعرف من محمد شو قلت لمار شربل بهيدي اللحظه؟ مع الشربل قلت له ايد بايدك، طبيب السماء بدها منك تعالجني تشفيني. قلت له اشفيني. دليت شي نص ساعه عم بيصلي. هون بلشت الاعجوبه. طلعنا عن الضريح، طلعت على التذكارات، جبت زيت، قلت له علي كنستك، مسحت له بطنه بالزيت ومسحت له جبينه وايده.
قلت له نحن وظاهرين، اخذت التراب من هون وعشب حطيتهم بكلينكس، وقلت له هودي بتغليهم بتشربهم بس توصل مثل كانك عم تغلي الشاي. ركبنا بالسياره وفلينا، نحن ونازلين على الطريق ما مشيتش يعني شي 2 كيلومتر، بيقول لي بطني عم يحرقني. قلت له محمد مبروك، نلت النعمه من مرشربل. بلش مرشربل يتفاعل معك. كفينا، نزلنا على جبال، تغدينا، كان محمد شو ما ياكل يستفرغ. يعني هون كانت اول مره محمد بيقدر بياكل بطريقه طبيعيه من بعد فتره بشكل طويله. طبيعي، اكل انبسط بالاكل اللي اكل طيب. قلت انا بدي اشوف اذا ردة فعله بده يستفرغ بده ينوجع، ما في لا وجع ولا استفراغ. قال له بالطريق انا بتنام عم بيحرقني من جوا. مشينا تغدينا ومشينا البيت. وصلنا البيت يمكن الساعة دي ما بعرف الاستاذ. قلت له بالليل يعني دم كان عندي شوي هون في نقرسة، يعني دم كتير، وكل صبح بيعمل بيجي دم. هنيك قام دلشوا عم بيشفي شوي. حسيت انك عم تشفى شوي تدريجيا. مليتنا 10 ايام صحيت. اوكي 10 ايام يعني بس رجع دم مني، دم يعني راح مني دم منيح. 10 ايام صحيت. يعني ب10 ايام كانت الاعجوبه عم بينام. هون معنا موعد مسبق للناظور. رحنا عملنا الناظور، بيقول لي حكيم الناظور عنده قرحه 12 سم اختفت. قلت له منين اجى قرحه؟ قال لي الفيروسات على الشرايين ما فيها. يعني شيء مش طبيعي انه كل الناظور فحص كله جيد جدا، شيء مش طبيعي. قلت له لك بالعربي المشبرح قال لك اياها من الاخر. قال لي شو؟ قلت له انا زورته مرشربل وهي مرشربل عم بتفاعل معه. قال لي نحن بنآمن بالطب. قلت له انا مثلك بآمن بالطب، بس في كمان طبيب تاني حط ايده بالموضوع. كان هوني مؤشر المرض 48760 تقريبا، عندك المعلومات. نعم. بعثت لك اياهم. رحت من عند حكيم الناظور لعند حكيمة الكونسير الدكتورة تمراز. قلت لها صراحة رح خبرك اياها من الاخر، انا مش عارف شو طائفتها هون. نعم. بعدين دقدشت عرفت انه هي من طائفة الموحدين الدروز. نعم. قلت لها انا زورت محمد مرشربل. ضحكت بسمت. قلت لها مثل ما عم بقول لك انا زورت محمد مرشربل، وحكيم الناظور قال لي 1 2 3. هو ما كناش حكيين عنهم، ما كانوش مبينين بالفحوصات، عم بيقول اختفوا. فينا نعمل فحص هلا نعرف مؤشر المرض شو صار فيه؟ قالت لي اكيد. قلت له اعملي لي ورقه. من رقم خيالي، من رقم 48000 فجاه نزل الفحص ل 8000. يعني اختفى 40000 اول بارتي من الفحص، وضل ينزل لوصل. رجعنا عملنا الفحص الثاني كل 15 يوم، عندي فحص دوري، وبعدنا لهلا كل 20 يوم شهر بنعمل فحص. ثاني فحص نزل لل 700، ثالث فحص نزل لل 24، رابع فحص نزل ل 2.3، هلا 1.5. اختفى المرض كليا. قالت لي الحكيمه انا ما عم بعرف شو عم بيصير. يعني عم نشوف تاثر الناس بدير مرمرون عناية بهيدي الأعجوبة. فعلا انا مبسوط اكثر منه. انتبه، وايده بس تتدخل بكل معنى الكلمه. كتر خيره مرشربل على هيدي النعمه. جيت زيارة شكر، ثالث زيارة كانت لإلي لهون أنا ومحمد. كنت عم بصلي أنا وياه بالكنيسة الصغيرة. نعم. جيني زيارة شكر، لقى محمد تركني وفل، راح بالزروب النصاني تبع الكنيسة وطلع على المذبح، باس المذبح، باس الصليب ونزل. قلت له خليك فوق، صورته. هلا محمد حامل دخيلة مرشربل برقبته، عطاياها بير لويس مطر. نعم. وصورة مرشربل الأيقونة تحت مخدته، وبيصلي ما بتفارقه يعني. ابدا، صارت معه على طول، ومرافقه مرشربل باذن الله. يعني الله يثبتكم بهذا الايمان. مرشربل جانيني بيسوى لي كل الدنيا. مرشربل بيسوى لي كل الدنيا، لانه انا شفيعة الموت، وصورته بتخدي والشمع والبخور كله عندي. الله يباركك، ومرشربل يكون عم يرافقكم دائما. شكرا لكم.